محدش ينكر ان القاهره سباقه دائما في ولاده كل البراندات سواء في مجال الاكل او في اي مجال تاني، لكن من فتره للتانيه بتيجي شخصيات اسكندرانيه بتقلب الموازين، وده اللي احنا عملناه في مطعم بقالي. ولان سندوتشات البقاله سهله وبسيطه واسعارها دايما على قد الايد، خدناها من البقالين مع احترامنا ليهم وخلينا شيفات يعملها، وده هيفرق معاك كاكيد في ايه؟ تعال اما اقول لك. احنا كشيفات عارفين يعني ايه هيجين ونظافه وخريجين سياحه وفنادق، فبالتالي اي تقدم في الهيجين بيسمع طبعا في الطعم وبيبقى افضل. تاني حاجه احنا كشيفات عارفين ازاي نطبخ والتكنيك بتاع الطبخ، وده كمان بيسمع في الطعم. اليونانيين البقالين اللي بدأوا الاختراع ده من أكتر من عشرات السنين طوروا الموضوع جدا وإحنا خدناه منهم. بس في نقطة مهمة عايز أحكي لكم عليها. وبناء على رغباتكم اتطورنا بشكل سريع جدا وضفنا لقمة إضافي مع لقمة الفينو اللي هي العيش البلدي، وكمان ضفنا الطاسات. ممكن بقى تقولوا لي إيه السندوتشات اللي جربتوها من بقالين ولما دقتوها من بقالي طعمها كان مختلف وأحلى؟ مستنيه في الكومنتات. ما تنسوش بقالي بيحبكم.